السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، أهلا بكم. الحالة المدنية للمغاربة على طاولة المجلس الحكومي، وأخبار هامة لمنخرط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. إلى التفاصيل. ينعقد يوم الخميس المقبل مجلسا للحكومة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وأفادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أن المجلس سيتدارس في بدايته 3 مشاريع قوانين. يتعلق الأول منها بتغيير القانون المتعلق بالحالة المدنية، والثاني بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، والثالث بإحداث مؤسسة المغرب 2030. وأضاف أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تأليف اللجنة المحدثة بموجب القانون المتعلق بالبريد والموصلات، قبل أن ينتقل إلى دراسة اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، والموقعة بالرياض في 13 من نوفمبر 2024. وأضاف المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وفي خبر يتعلق بمنخرط الضمان الاجتماعي، وبعد أسابيع من الارتباك والشكاوى، عقد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اجتماعا حاسما مع هيئة الخبراء المحاسبين لبحث الصعوبات التي واجهها المهنيون منذ إطلاق النسخة الجديدة من بوابة ضمانكم. وبحسب يومية ليكونوميست، بررت إدارة الصندوق هذا التغيير المفاجئ بضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية بعد تسريب كبير للبيانات، حيث فرضت نظاما جديدا للمصادقة يعتمد على الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، مع حظر الولوج للبوابة من خارج المغرب. ورغم تفهم المهنيين لأهمية تأمين البيانات، فقد أثارت الإجراءات الجديدة موجة من الغضب بسبب تعقيدها، مما أدى إلى شل حركة التصريحات وارتفاع الشكاوى من مختلف الهيئات المهنية، والتي وجدت نفسها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها. وللخروج من الأزمة، أعلن الصندوق عن إجراء مؤقت ومبسط يعتمد على إرسال رمز سري لمرة واحدة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة، وهو النظام الذي بدأ العمل به ابتداء من الاثنين لتسهيل عملية الولوج. لكن هذا الحل لن يكون ساريا إلا لشهر يوليوز الجاري، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول الإجراءات التي سيتم اعتمادها ابتداء من شهر غشت. وفي ظل حالة الفوضى، نجحت هيئة الخبراء المحاسبين في انتزاع تمديد استثنائي لأجل التصريح باشتراكات شهر يونيو، حيث تم تأجيله من 10 إلى 17 يوليوز دون فرض أي غرامات تأخير. غير أن هذا التمديد لم يرضي جميع المهنيين، حيث نقلت الصحيفة عن خبير محاسبي قوله إن منح مهلة إضافية لا يحل المشكلة من جذورها، بل هو مجرد ترحيل للأزمة دون تقديم حل هيكلي، منتقدا في نفس الوقت إقصاء الهيئات المهنية عن المشاورات قبل إطلاق النظام الجديد.